السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد وسلسله جديده لتعلم اللغه الالمانيه. اللي اول مره يجي القناه فانا عبد الله رشدي، مهندس بدرس وبشتغل في المانيا، وعلى القناه بعمل حاجات ليها علاقه بالسفر لالمانيا، ولان من هواياتي السفر والتصوير فبنزل برضه فيديوهات ليها علاقه بالسفر وفلوجات وحاجات زي كده. وان شاء الله نبدا سلسله جديده لتعلم اللغه الالمانيه. انا مبدئيا مش مدرس ولا متخصص في اللغه الالمانيه، انا اتعلمت اللغه الالمانيه لحد المستوى الثالث اللي هو البي اينز في معهد جوتا، ولاني في شغلي مش بستخدم اللغه الالمانيه كتير فبقى لي فتره كبيره مش بمارسها، وحابب ان انا ارجع اراجع اللي انا اتعلمته. وقلت ليه ما اعملش فيديوهات بالنسبه لي تكون مراجعه، وبالنسبه لاي حد عايز يتعلم اللغه الالمانيه ان شاء الله تكون مصدر ممتاز انه يتعلم منها اللغه. فان شاء الله هنبدا باول مستوى اللي هو الا اينز، ووعدكم ان شاء الله اللي هيتابع الكورس لحد ما يخلص الا اينز هيطلع منه فعلا متقن المستوى الاول في اللغه الالمانيه، وبعدين يقدر يقدم وياخد الامتحان وان شاء الله ياخد شهاده المستوى الاول للغه الالمانيه. وبرضه قبل ما نبدا الدرس حابب اقول لكم ان في جروب على الديسكورد، الجروب عليه افراد من القناه، وبرضه على الجروب في ناس بتسال وبتستفسر عن حاجات والناس بترد على بعض. وبرضه على جروب الديسكورد في جزء مخصص للغه الالمانيه، واللي هو ان شاء الله اتمنى الناس اللي هتتابع الكورس تدخل تتواصل مع بعض ويشجعوا بعض انهم يتعلموا اللغه الالمانيه. فانصحكم بالاشتراك على جروب ديسكورد، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو. وبسم الله يلا بينا نبدا باول درس. وفي درس النهارده ان شاء الله نتعلم الحروف والاصوات اللي موجوده في اللغه الالمانيه. والجميل في اللغه الالمانيه ان كل حرف واخد حقه، بمعنى ان احنا لو اتعلمنا الحروف والاصوات بتاعتها فنقدر بسهوله نقرا اي كلمه في اللغه الالمانيه، او حتى لو حد قال لنا كلمه جديده فنقدر بنسبه كبيره جدا ان احنا نستهجى الكلمه صح. فان شاء الله بعد درس النهارده اي حد فيكم يقدر يقرا اي كلمه موجوده في اللغه الالمانيه. بس عملت كده برنامج بسيط للفيديو بتاع النهارده او لدرس النهارده. وفي البدايه هنا شويه معلومات خفيفه، ان احنا هنتعلم النهارده عن الابجديه الالمانيه والاصوات. الابجديه في اللغه الالمانيه فيها 26 حرف زي اللغه الانجليزيه، ولكن غير ال 26 حرف في برضه حروف مميزه هنعرفها برضه مع بعض في فيديو النهارده. في برضه اصوات مركبه، وديت لما بنحط حروف جنب بعض زي ما انتم شايفين الاس والسي والاتش، او السي والاتش، او برضه في اصوات مركبه هنتكلم عليها. بس كده نقدر بعدين نبدا بالحروف. بس ونبدا باول حرف وهو حرف الا. الحروف الالمانيه بتتنطق معظمها زي الانجليزيه ولكن في اختلافات. فمثلا هنا الاي ما بننطقهاش ايه، بننطقها في الالمانيه وهنا نقدر نسمع ازاي بتتنطق برضو. آ آ آ من عيوب ان الواحد يتعلم اللغه اونلاين انه ما بيقدرش يمارس اللغه، فنصيحه علشان تستفيدوا اكتر اي حاجه تسمعوها في درس النهارده تحاولوا تنطقوها مع نفسكم. فهنا مثلا عندنا حرف الا، وبعدين عندنا شويه امثله زي ابفل اللي هي التفاحه، او اوتو اللي هي السياره، او اغم اللي هو الذراع. مره تانية ابفل، اوتو، اغم. نقدر برضو نسمع من صوت الكمبيوتر. Apfel Apfel Auto Auto تالت حاجة وهي أغم. حرف الآر في الألمانية ممكن ننطقه آر، في ناس بتنطقه آر عادي، أو زي عندنا لما واحد يتغرغر اللي هو الصوت الإغ إغ. نقدر هنا ننطقها آرم أو آغم. فده أول حرف عندنا حرف الآ. نيجي بعدين للحرف التاني هو البي. البي بننطقها زي ما موجودة في الإنجليزية بي، B B وزي عندنا برضو في اللغة العربية الباء. وهنا عندنا برضو ثلاث أمثلة: بي بروت، بروت اللي هو العيش الخبز. في عندنا برضو بوخ الكتاب، بي بوخ. وفي عندنا بي بال، بي بال. وممكن برضو نسمع الكمبيوتر بينطقها ازاي. Brot Brot Buch Buch حاولوا تنطقوها مع نفسكم علشان تمارسوا اللغة. Ball Ball نيجي بعدين للحرف اللي بعد كده، حرف التسي. في الإنجليزية سي، في الألمانية بننطقها تسي. C C والفكرة لما بنيجي ننطقها في الكلمات ما بننطقهاش سي خالص. يعني هنا مثلا عندنا تسي كافي، أو تسي كمبيوتر اللي هو الكمبيوتر، تسي كافي. Kaffee Kaffee Computer Computer نيجي بعدين للحرف اللي بعد كده، حرف الدي. حرف الدي زي اللغة العربية عندنا الدال، نسمع ازاي بيتنطق. D D وعندنا ثلاث كلمات هنا برضو: دي دويتش اللي هي اللغة الألمانية، دي دانكه اللي هو شكرا، أو دي دورف أو دوغف اللي هي القرية. نقدر برضو نسمعها من الكمبيوتر. Deutsch Deutsch Danke Danke دي دانكه. Dorf Dorf نيجي بعدين للحرف اللي بعد كده هو الاي. الاي زي اللي في الإنجليزية اللي هي الاي، ولكن هنا بتتنطق اي زي الاي اللي موجودة في الإنجليزية، ففي شوية لخبطة كده عن اللغة الإنجليزية.
E, 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 عندنا 3 أمثلة. فعندنا A essen اللي هو الطعام، A Eltern اللي هما الوالدين، أو A Ende اللي هي النهاية. ممكن نسمعها من الكمبيوتر. Essen, Essen, Eltern, Eltern, وآخر حاجة Ende, Ende, بعدين حرف الأف بيتنطق. F, F, عندنا 3 أمثلة. F Familie، F Familie اللي هي العيلة، F Fish اللي هو السمك، F Fish، وبعدين عندنا F Freund اللي هو الصديق. فنسمعهم من الكمبيوتر. Familie, Familie, Fisch, Fisch, Freund, Freund, نيجي للحرف اللي بعد كده اللي هو الجي. G, G, عندنا جي جوتن تاج اللي هو يوم سعيد. لما نيجي نحيي حد مثلا جوتن تاج. جي جلاس، جي جلاس. واخر حاجه جي جرون اللي هو اللون الاخضر. Grün, Grün, تمام، خلصنا الجي. نروح للحرف اللي بعد كده وهو الها، اللي هو في الانجليزيه اتش، او عندنا في اللغه العربيه زي الهاء. H, H, وعندنا 3 امثله. ها هاوز اللي هو البيت، ها هوند اللي هو الكلب، او ها هيرت اللي هو القلب. نقدر نسمعهم. Haus, Haus, Hund, Hund, Herz, Herz, خلصنا الها. نيجي بعدين لحرف الاي اللي هو في الانجليزيه اي. فهنا في اختلاف برضو كبير، ان هنا في الالمانيه بيتنطق اي. I, I, وعندنا برضو 3 امثله. اي ايش اللي هو انا، او اي انفورماسيون اللي هي معلومه، واي انزل اللي هي جزيره. فنقدر نسمعهم. ich, Information, Information, ما تنسوش انكم تنطقوا الكلمات علشان تتعودوا على اللغه الالمانيه. Insel, Insel, تمام، خلصنا الاي. نروح للحرف اللي بعد كده وهو اليوت، اللي هو في الانجليزيه جي. بيتنطق هنا يوت، وبيتنطق كليا مختلف عن اللغه الانجليزيه. يعني هنا حتى بنشبهه اكتر بالياء في اللغه العربيه. هنا ازاي بننطق الحرف. J, J, وعندنا 3 كلمات. يوت يا اللي هو نعم لما نقول ايوه، يا يار اللي هي سنه، ويا يونجه اللي هو ولد. نقدر نسمعهم دلوقتي من الكمبيوتر. ja, 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 تحس النطق بتاع الاتنين شبه بعض، ولكن هنا في الاخر بنحط الصوت بتاع الاغ اللي هو بتاع الار، بيتحط في الاخر كده، ولكن السمع بتاعه صعب شويه. ja, ja, ياغ. واخر حاجه ولد. Junge, Junge, تمام، نيجي بعدين للحرف اللي بعد كده وهو الكا. في الانجليزيه كي، والنطق بتاعهم شبه بعض زي عندنا برضو في العربيه الكاف. نقدر نسمع هنا الصوت بيتنطق ازاي. K, K, كا. وعندنا 3 امثله. كا كاتس اللي هي القطة، كا كيند اللي هو طفل، وكا كومن اللي هو فاعل يأتي. نقدر نسمعهم. Katze, Katze, Kind, Kind, kommen, kommen, نيجي للحرف اللي بعد كده وهو حرف ال ال زي ما هي في الإنجليزية موجودة ال برضو، وفي العربية اللي هو حرف اللام. L, L, عندنا ال ليبة اللي هو حب، ال لاند اللي هي بلد، ال ليشت يعني ضوء. فنقدر نسمعهم برضو من الكمبيوتر. Liebe, ليبة. Liebe, Land, Land, Licht, Licht, بعدين عندنا حرف اللي بعد كده حرف الام، زي ما هو في الإنجليزية برضو الام، وفي العربية شبه حرف الميم. M, M, عندنا 3 أمثلة. ام موتا اللي هي الأم، ام مان اللي هو الرجل، وام موجن اللي هو الصباح. فنقدر نسمع هنا برضو الكمبيوتر. Mutter, Mutter, Mann, Mann, Morgen, Morgen, نيجي بعدين للحرف اللي بعد كده حرف الان، اللي هو زي ما موجود برضو في الإنجليزية ان،
وفي العربية زي حرف النون. N. N. إن. وعندنا 3 أمثلة: إن نامه اللي هو الاسم، إن نخت اللي هو الليل، إن نما اللي هو الرقم. Name. Name. Nacht. Nacht. Nummer. Nummer. نيجي بعدين الحرف اللي بعد كده الأو، زي اللي موجود في الإنجليزية برضو أو. O. O. عندنا أو أورانج اللي هو برتقال، وعندنا أودا لو عايزين نقول دوت أو ده ممكن نقول داس أودا داس. وآخر حاجة عندنا أو أوفن يعني مفتوح. Orange. Orange. Oder. Oder. Offen. Offen. نيجي بعدين لحرف البي أو اللي هي في اللغة العربية بنقول عليها البي التقيلة، نفس اللي موجودة برضو في الإنجليزية البي. P. P. عندنا بي بابا اللي هو الأب، بي بارك اللي هي الحديقة، أو بي بيرزون اللي هو شخص. ونقدر نسمع الكمبيوتر. Papa. Papa. Park. Park. Person. Person. نيجي بعدين للحرف اللي بعد كده حرف الكو أو اللي هو الكيو في الإنجليزية، وبرضه نطقه شبه اللي موجود في الإنجليزية. Kuh. Kuh. فعندنا هنا مثالين: كو كواليتيت اللي هي الجودة، أو كو كويلة اللي هو المصدر. نقدر نسمعه من الكمبيوتر. Qualität. Qualität. Quelle. 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 وبعدين نقدر نروح لحرف الار أو اللي هو زي ما قلت لكم كده في صوت الغرغرة الآغ. في ناس كتيرة بينطقوها ار زي الراء كده أو الار اللي موجودة في الإنجليزية، ولكن معظم الناس بيعملوا الصوت ده بتاع الغرغرة اللي هو آغ. Er. Er. غوت غوت اللي هو أحمر، أو غشتش اللي هو صحيح. لو عايزين نقول صح أو غلط: غشتش أودا فالش. غشتش يعني صح، أودا اللي هي أو اللي احنا اتعلمناها في حرف الأو، وفالش اللي هي غلط. غشتش أودا فالش. وآخر حاجة غايزة. غايزة اللي هي رحلة. فنقدر دلوقتي نسمع الكمبيوتر. Rot. Rot. Richtig. Richtig. Reise. Reise. نروح للي بعديها الاس. نيجي دلوقتي الحرف الاس واللي هو زي الانجليزيه برضو بيتنطق اس، او عندنا في اللغه العربيه زي السين، ولكن نطقها في الكلمات مختلف جدا. فهنا مثلا عندنا 3 امثله، والثلاث امثله الاس بيتنطق فيها بشكل مختلف. اول كلمه عندنا اس زونه، فهنا الاس بتتنطق زي حرف الزي، اس زونه اللي هي الشمس. بعدين عندنا اس شوله، اس شوله بتنطق زي الشين اللي هي المدرسه. واخر كلمة اس شتات اللي هي المدينة، برضو هنا بننطقها زي الشين، اس شتات، اس شتات. ما تقلقوش، دي الاصوات المركبة اللي هناخدها ان شاء الله في اخر الدرس، فتطلعوا من الدرس ان شاء الله عارفين ايه الفرق ما بينهم. خلصنا حرف الاس ونروح للحرف اللي بعد كده، هو حرف التي. تي زي عندنا في الانجليزية التي، او في العربية زي التاء. T. T. وعندنا 3 امثلة: تي تاج اللي هو اليوم، تي تيش أو تي توا اللي هو الباب. Tag. Tag. Tisch. Tisch. وفي كلمة تيش هتلاقوا الاس والتسي والها جنب بعض، دي برضو من الأصوات المركبة اللي بتخلي نطق الاس زي الشين. وآخر حاجة Tür. Tür. خلصنا حرف التي. نيجي بعدين لحرف الأو. الأو كده زي حرف اليو في الإنجليزية كشكل، ولكن برضو النطق بتاعها بيبقى مختلف عن الإنجليزية. تقدروا تسمعوا هنا الأو بتتنطق إزاي. U. U. او وعندنا 3 أمثلة: او und زي و حاجة وحاجة und، او اللي هي الساعة، و unter اللي هو تحت أسفل يعني. ممكن نسمعهم بسرعة كده. Und. Uhr. Uhr. Unter. Unter. نيجي للحرف اللي بعد كده وهو حرف الفاو، اللي هو شبه في الإنجليزية الفي، ولكن بيتنطق كلية مختلفة عن الإنجليزية. الفاو بيتنطق في اللغة الألمانية زي الفاء عندنا في اللغة العربية.
فهنا نقدر نسمع الحرف بيتنطق ازاي. fall, fall, فعندنا 3 أمثلة: فاو فاتا اللي هو الأب، وبرضو أخدنا كلمة بابا اللي هو برضو الأب، الاتنين معناهم أب. عندنا فاو فوجل اللي هو الطائر، أو فاو فيا اللي هو رقم 4. Vater, Vater, Vogel, Vogel, vier, vier, خلصنا حرف الفاو، نروح للحرف اللي بعد كده وهو حرف الفي اللي هو في الإنجليزية W، ولكن برضو كليا مختلف عن اللغة الألمانية. وعندنا في اللغة العربية بتكون زي الحرف اللي هو زي الفاء، ولكن بيبقى عليه 3 نقط مش نقطة واحدة. وعندنا هنا 3 أمثلة: في فاسا اللي هو الماء، في فيا اللي هو من لما نكون عايزين نسأل مين بنقول فيا، أو في فايس اللي هو اللون الأبيض. Wasser, Wasser, wer, wer, weiß, weiß, فكده خلصنا حرف ال V. نروح للحرف اللي بعد كده هو حرف ال X. وال X برضو زي ما موجودة في الإنجليزية بتنطق بنفس الطريقة. X, X, وعندنا هنا مثالين: X تاكسي أو X تكست. Taxi, Taxi, Text, Text, فكده خلصنا حرف ال X. نروح اللي بعد كده حرف إبسيلون اللي هو زي في الإنجليزي الواي، وبيتنطق بنفس الطريقة ولكن اسم الحرف مختلف كليا. وفي اللغة العربية بننطقها زي الياء الممدودة. Y, Y, فعندنا هنا مثالين: يوجا، وعندنا سيستم اللي هو النظام. Yoga, Yoga, System, System, نروح للحرف اللي بعد كده هو حرف التست اللي هو في الإنجليزية زي، ولكن في الألمانية بيتنطق برضو بشكل مختلف. وعندنا في اللغة العربية عاملة زي لما الواحد يحط حرف التاء وبعديه حرف السين. تس تس اسم حرف ممكن نسمعه هنا. Set, Set, فعندنا هنا 3 أمثلة. أول مثل فيهم Zeit اللي هو الوقت، Zeit، وبعدين عندنا تسال اللي هو رقم، تسال، وآخر كلمة عندنا تسوكا السكر، تسوكا. فنقدر دلوقتي نسمعه من الكمبيوتر. Zeit, Zeit, Zahl, Zahl, Zucker, Zucker, بس فكده خلصنا حرف التست، وده كان آخر حرف من ال 26 حرف اللي عندنا في اللغة الألمانية. نيجي دلوقتي نتكلم عن الأصوات المركبة. والأصوات المركبة بتتكون من حرفين أو أكتر ولها صوت مختلف. وطبعا احنا هنعرف ازاي ننطق الأصوات المركبة، مهم جدا علشان نعرف ازاي نتكلم باللغة الألمانية. فهنا نقدر نشوف أول حروف مركبة الإس والتسي والها مع بعض وبيدونا صوت الشين في اللغة العربية. عندنا هنا 3 أمثلة شفناهم قبل كده: شولة اللي هي المدرسة، وبعدين عندنا فيش، وبعدين عندنا دويتش. فنقدر نسمعهم بسرعة كده: Schule, Schule, Fisch, Fisch, Deutsch, Deutsch, وبعدين عندنا التسي والها، وممكن هنا بننطقها ساعات خا وساعات بننطقها شين خفيفة. فهنا أول مثلا عندنا إيش بتنطق زي الشين إيش. تاني كلمة عندنا نخت اللي هو الليل، نخت هنا بتنطق زي الخاء. أو بوخ اللي هو الكتاب، بوخ. فنسمع بسرعة كده الأمثلة. ich, Nacht, Buch, فدول تاني مجموعة. نيجي بعدين لتالت مجموعة واللي هي التسي والكا، وبننطقها زي الكاف عادي. وعندنا هنا أول كلمة جلوك اللي هو الحظ، وتاني كلمة عندنا روكن اللي هو الظهر. Glück, Glück, Rücken, Rücken, نيجي بعد كده للإي والإي، وهنا بننطقها زي الياء الممدودة. فعندنا هنا 3 أمثلة. أول مثلا عندنا زي، ودوت لما نقول هي أو لما نقول أنت للشخص لما نكون عايزين نتكلم بصيغة الاحترام، زي. تاني كلمة عندنا ليبة، شفناها قبل كده، ليبة اللي هو حب. تالت كلمة عندنا فيا اللي هو رقم 4، برضو شفنا الكلمة دي قبل كده. خلينا بسرعة كده نسمعهم. sie, sie, Liebe, Liebe, vier, vier, نيجي بعد كده للعكس، A وبعديها E، وهنا بننطقها زي الآي كأننا حاطين ألف وبعديها ياء، آي آي. وهنا عندنا 3 أمثلة: I 9 اللي هو لأ، بعدين عندنا mine اللي هو حاجة بتاعتي mine،
واخر كلمة فايس اللي هو اللون الابيض. فايس. Nein. Nein. Mein. Weiß. Weiß. واخر صوت عندنا مركب هو الآ والأو، وده هنا زي عندنا في اللغة العربية لما نحط ألف وبعديها واو. أو. وعندنا هنا 3 أمثلة. أول كلمة أوتو اللي هي عربية سيارة. بعدين عندنا هاوز اللي هو البيت. بعدين عندنا فغاو اللي هي المرأة. فغاو. Auto. في كمان عندنا لما نحط الاس والتي مع بعض هيدونا صوت زي ما نحط الشين والتاء في اللغة العربية. الشين والتاء اللي هو شت. فهنا مثلا عندنا مثل شتات أو شتين. Stadt. ونفس الكلام لما بيكون عندنا اس وبعديها بي، عامله زي عندنا لما يكون في اللغة العربية نحط الشين وبعدين الباء. شبه. فهنا عندنا مثالين: سبورت اللي هي الرياضة، أو شبيلن اللي هو اللعب. Sport. وبرضه عندنا لما نحط ال A وال O مع بعض، ال A وال O بيدونا صوت أوي، مش ألف وواو ياء أوي، ولكن أوي. فهنا مثلا عندنا مثل هنا هويتا أنا النهاردة هويتا. أو كلمة تانية نوي اللي هو حاجة جديدة. نوي ممكن نسمعها هنا. heute. بس واخر حاجة نتكلم عليها وهم الأربع حروف الإضافية اللي موجودة في اللغة الألمانية، زي الحروف اللي عليها نقطتين فوق زي الآ والأو والأو، بنحط عليهم نقطتين فوق. بنسمي النقطتين الموجودين فوق دول بنسميهم أوملاوت. فهنا عندنا أوملاوت، أوملاوت، أوملاوت. ونطقهم بيبقى قريب كده من الحروف الأصلية، ولكن بنضيف عليهم كده كسرة. فهنا مثلا عندنا الآ هتبقى إيه، الأو هتبقى أو، والأو هتبقى أو. فيها حتة كده كسرة صغيرة. كمان ممكن تسمعوا النطق بتاعها هنا. Ö, Ö. فزي ما قلت لكم كده نطقهم زي الحروف الأصلية، ولكن عليهم شوية كسرة كده. زي الإيه عندنا بيع، Bär. أو كيزة اللي هي الجبنة. أو الأو شون يعني جميل. وآخر حاجة الأو für اللي هو ليه، يعني عملت كذا für كذا لكذا. واخر حرف عندنا غريب شوية وهو شبه البي، زي ما انتم شايفين هنا الحرف بيتكتب ازاي، والبي عندنا مكتوب هنا فوق على اليمين، ولكن الحرف دوت اسمه اس ست، ونطقه بيبقى زي ان احنا حاطين 2 اس جنب بعض. وهنا عندنا كلمة شتغاسه اللي هو الشارع او الطريق. Straße. او غوص يعني كبير، فنطقها زي ان احنا حاطين 2 اس جنب بعض. وهنا جربوا مع نفسكم كده كتدريب قبل ما نشغل الصوتيات، حاولوا مع نفسكم كده تنطقوا كل كلمة منهم. فمثلا نبدأ بأول كلمة هنا، حاولوا تنطقوها. Hallo. بعدين تاني كلمة هنا حاولوا تنطقوها. Danke. نروح لتالت كلمة. Bitte. رابع كلمة. Ja. نيجي لخامس كلمة، وهنا زي ما قلنا الاس والبي بتتنطق زي الشين. Sprechen. سادس كلمة. Deutschland. هنا زي ما قلنا عندنا الاي والاو بتتنطق اوي زي الدويتش اوي، وعندنا الاس والتي والها بتتنطق زي الشين، فهنا عندنا دويتشلاند. هنا كلمة طويلة شوية، ولكن باللي احنا اتعلمناه في الفيديو بتاع النهاردة المفروض تقدروا تنطقوها. Entschuldigung اللي هي آسف أو معذرة. وآخر كلمة عندنا Nein اللي هي لأ. بصوا بكده نكون خلصنا النهاردة أول درس لتعلم اللغة الألمانية، وتعلمنا الحروف ونطقها. وإن شاء الله المرة الجاية هنتعلم إن إزاي الواحد يعرف عن نفسه، يقول أنا اسمي كذا وجاي من البلد الفلانية، وإن إزاي الواحد يقدر يسلم أو يحيي في اللغة الألمانية. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده إن شاء الله. أتمنى الفيديو يكون مفيد عجبكم، وبفكركم مرة تانية ما تنسوش تشتركوا على قناة الديسكورد. إن شاء الله برضو على القناة هشارك معاكم الكلمات اللي المفروض تحفظوها اللي احنا مثلا أخدناها في الدرس بتاع النهارده، لأن المفروض مع المستوى الأول اللي هو الآينز يكون الواحد متعلم حوالي 1000 كلمة ألمانية. فمرة تانية اشتركوا على القناة بتاعت الديسكورد، إن شاء الله هتكون مفيدة بالنسبة لكم.
واشوفكم يا جماعة ان شاء الله في فيديو تاني.